طبعا احنا الجمعية في عنا حاليا أزمة. هذه الأزمة نتجت عن الوضع اللي نحن فيه من 13/7 لليوم. نحن كل سنة في عنا بين 700 و 800 مريض جديد، فعبي يتضاعفوا، عبي يدخلوا على 1500 بهذا الموضوع. كان في عنا فترة من الفترات ناس قامت بدعم هذا الموضوع، ولكن تعجز عنه الدولة لمريض السرطان. فكيف جمعية خيرية عم تعتمد على الحسنات، تعتمد على التبرعات بهذا الموضوع؟ أنا عم باخذ جرعات. امبارح لازم اجيب الجرعه، ذاب قلبنا. قال ما عادش في مصاري، الجمعيه فلست، ما عادش في. يعني امبارح جوزي كثير تعب لانه مش الحال، والله دخل قلب الباري وقف دربه ابن حلالك ودبرنا جرعه. بس لسه انا بعد عندي 3-4 جرع. طب انا منين بدي ادبرهم اذا معاش المغتربين عم يكفي المصاري؟ يعني شو بدنا نعمل؟ نحن المهجرين، نحن تهجرنا ببيوتنا ولا شيء معنا. احنا بدنا شهريا حسب احصائياتنا الاخيره 175,000 دولار. يعني الجرعة مش عم نقدر ندبرن، ودواء كثير، وبده غذاء مريض السرطان، قاعدين لا شغل ولا عملي. يعني بدنا من الله ومن المغتربين ومن الغانمين شرواتهم يدعمونا. مرضى السرطان كثير تعبوا. حاليا 1500 مريض وقعوا مسقعين، وقعوا على الارض يا حكم. الدولة ما عم بتقدم شيء، اذا بدنا نحكي باسم الدولة او الحكومة المؤقتة ما عم بيقدموا شيء للمستشفى. المنظمات الدولية مساهماتها ضعيفة. يعني أمي مريضة سرطان نقي عظم وبحاجة لأوبر، قيمة الإبرة حقها $1000. صراحة مش قدرتنا نحن نجيبهم هاي الأوبر. هلا نحن كان في عنا مشكلتين: الوضع العام اللي انفرض، إضافة لعدم وجود الأدوية، وهذول تأثير شديد على المريض نفسه. نحن بغرفتين الزيادة يكونوا موجودين. المريض بالأخص هذا المرض كل الناس تعرف إن هذا المرض شو؟ مرض نفسي أكثر شيء. الحالة النفسية اللي بتأثر فيه المريض لما عم بشوف اللي تعبان أكثر منه ولا عم ياخذ جرعة أكثر منه عم يتعب أكثر. فنحن غرفتين الزيادة بنفتحوا هون بتحل هالأزمة كلياتها. نحن هون عنا الوضع بالقسم كثير مأساوي، عدد الأسر كثير قليل مقابل عدد المرضى الهائل اللي صار عنا، خصوصا بعد ما حولوا مرضى البيروني لعنا على القسم. مثل عنا هون مريضة حامل، مريضة نقل دم، قادحة، مريضة شرعة. كل واحد لازم يكون عنده حالة خاصة غير الثاني. نحن هون كثير عنا نقص بالمستلزمات الطبية، مثلا مثل السبيرتو عنا بالقسم مش موجود. من مسح الإيد بالبوفيدون لنرجع نفتح وريد أو نسحب دم للمريض. القسم ما بيستوعب أكثر من 20 مريض يوميا. أنا عندي 1500، فقدرنا فوق بالمستشفى ننسق هذا الموضوع أنه يوميا في عنا 25 تسريب للجرعات، وعملنا مواعيد من خلال القسم، مواعيد ترتبت هاي المواعيد مشان يقدروا أهلنا ياخذوا جرعاتهم. أطفال في بين إيدينا ما يقارب شي 45 طفل، بس الأطفال عم ينزلوا على مستشفى البيروني على قسم بسمة، على جمعية بسمة عم تساعدهم. يلي مش عم يقدر ينزل عم يراجع الجمعية، لأنه نحن ما عندنا أخصائي أطفال.